السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أخونا الكبير أبو أيمن كاظم لكم. سؤالنا اليوم الحمام اللي انتقل للكويت بسنة السبعين. عندنا حمام ناس اشترت اخواننا هواة الكويت، اخواننا الكبار. الحمام اللي انتقل من البصرة، من العراق للبصرة للكويت، من هو اللي باع ومن اللي اشترى سنة السبعين؟ قبل السبعين أبو علي. نعم. قبل السبعين طير جبار العلقة، يعني سنة 67 طير كان فوق المحل مال النجارة. طير الأشعل باعوهن لدريعي سماهن دريعيات، ترى من طير جبار العلقة. من بعد يمكن 68 69 68 عبد الأمير بناي بالجبيل 68 باع القندي اللي يسموه عماد. يسموه عماد. نعم. إيه. باع بيته بعدين طير عباس فليس، طير عباس فليس سموه 14 رمضان. اكو ثوره صارت بالعراق اسمها 14 رمضان، سموا الاسود باسمه بالكويت، اسود عباس فليس. هذا الحمام اللي انتقل من البصرة للكويت. إيه، هاي هنا بدت هجره سريعه من البصره، لان كانت البلد المصدر الوحيد للهوايه هي البصره، ماكو منافس لها حصرا البصره، يعني مو العراق، لا البصره. البصره اللي صدرت الحمام للكويت. يعني المصدر الرئيسي للحمام اللوات هي البصرة. نعم العراق البصرة. نعم البصره، ما سبقها احد البصره. اي نعم. عليكم السلام ابو جواد، حياك الله. وفكرت اخوي المرحوم نعم. صبيح ابو علاء، صبيح الحارس، صبيح الحارس. الله يرحمه براحته. نعم. جناي من الجناية القديمة، الجناي من قلة جناي، وطير احمر وطير ابيض سماه ذهبي، قرب النقابة. هاي النقابة مال الموانئ العراقية. نعم. واذكر اخوي المرحوم الكبير عباس فليس، نعم جناي. واذكر بيت فارس جناي. واذكر حسن ابو شوارب، يوسف السماك. نعم. حبيب غليم. نعم. واذكر المرحوم حبيب غليم ابو السود كاميرون. هذا له شهاده والنعم ونفرح معنا. روح اذكر اخوي ابو عدنان، ابو عدنان طير الاسود الكبير في شارع النادي. عبد الامير بناي. كركه عبد الامير بناي طير الحمام الزينه سنه 1968 انباع عماد. انا كنت اطير بيه، شاهد الله ورسوله. واخذت ابيض من عنده وفرخته، والابيض بعته لابو حميد ب10 دنانير بالسبعينات. صحيح. واخذها بيمر راح عليه ابو حميد، واخذها ب10 من عنده نفس الفلوس واخذها الكويت. اذكر صدام شخير صدام شهر موال 52 علي طابور 54. حبيبي ابو حمد المرحوم. نعم. طيار حمام كان بالقبله مذكور وقعدته حلوه. يلا نباك يا ميتنا. شوف الهوايه بالبصره كانت قبل عندنا ربعنا خوش حمام، واللي كان ياخذ الحمام الزينه عبد الله ابو سلوى، عبد الله الاصلع، وابو حميد، وواحد يسمونه رجل اسمه ابو صادق. هذولي ابو غازي وصبيح هم خذ حمام، وعباس فليس خذ حمام. نقلوا حمام من البصره ودوه للكويت، واشترى الحمام هناك والمدح الحمام. وانا فد يوم الله يرحمه حلي ابو ماجد الله يرحمه ومكلف اكو طير ماخذينه بيت تويتان، ماخذه احمد تويتان من حلو اسود، سموه اسود حلو. هذا اشتهر بالكويت تفريخ حلو. ابو ماجد الله يرحمه لازم ينذكر. ابو ماجد كان جناي وطير حمام زين يشهد له بيمن. نعم. هذا مكلف ابو كريم، هذا جناي، هذا طير حمام زينه. عادل والله. اي هذول لازم ينذكروا بالهوايه. مالك خوره ابو عدنان، مالك خوره ابو عدنان كان يطير 5-5. غازي واعي الله يرحمه كان يطير 3 يوقفون هيك وشاغل الحمام زينه. منصور ابو علاء ابو القرمه، عندك ابراهيم ابو سامر
محسن الكاظم ابو علي طير بيضه بذاك الوقت ب5 دنانير. محسن ابو علي محسن. بعد هاي اللي سمعاني واللي شايفينه بعيوننا. صبيح الحارس كان يقول لك جناي درجه اولى، عباس فليس، هذول يعني ابو غازي نعم كريم العراقي يسمونه، هذا مطير شي صاحب البشر، وكان يسولف لي الله يرحمه على البشر، على الوزان، على الزنقي وابو غازي. يعني ابو غازي يعرف الكويت كلهم، وله علاقه طيبه بالكويت. الشخص اللي له علاقه طيبه بالكويت ابو غازي البني صاحبه يسولف لي يا بويمن على كلام ابو غازي، ويقعد هنا بديوان بويمن ونروح له نتعنانه نستفاد منه معلومات، وانا بخدمتك وعزيزي وغالي. حياك الله ابو علي.